جون ادوارد يرد على جماهير الزمالك بعد مهاجمته في ماتش امبارح، وجماهير الزمالك ما هاجمتش جون ادوارد بس، لا، هاجموا محمد السيد وهاجموا الاداره، هاجموا كل الناس في النادي وهاجموا يانك فيريرا. كل حاجه الجمهور زعق عليها امبارح. هل ده صح ولا غلط؟ ورد جون ادوارد هل ده صح ولا غلط؟ كل ده هنتكلم عليه في حلقه النهارده من شانل فوش في الجول. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك كومنت سبسكرايب، ويلا بينا. جون ادوارد طلع ببيان النهارده لجماهير الزمالك بيطلب دعمهم، وان هم سند الزمالك وظهر الزمالك وكل حاجه، ورغم الازمه الصعبه اللي بيعدي بيها نادي الزمالك ولازم يكونوا داعمين ليه، وان هو بيعتذر عن كل حاجه الفتره اللي فاتت وكل الكلام ده. طيب تمام، هل ده كان صح في الوقت ده؟ صح جدا. كان لازم حد من النادي يطلع يرد. الدنيا في النادي ما فيش مسؤول في النادي بيطلع يرد، كلهم جبنه، كله بيخاف يطلع يرد على الجماهير، محدش عنده رد منطقي على الجماهير. مشاكل النادي تتحل امتى محدش يعرف، ارض اكتوبر تتحل امتى محدش يعرف. كل حاجه في النادي ماشيه سبهلله. اسوأ مجلس اداره في تاريخ نادي الزمالك، انا عمري ما شفت سوق كده. ناس بتستخبى، الناس بتخاف تطلع تتكلم. انا تقريبا اخر مره شفت حسين لبيب بيتكلم كان في تتويج كونفدراليه. انا ما شفتش سوق كده، مجلس في منتهى السوء. واللي في الوش دايما هو جون ادوارد. جمهور الزمالك امبارح هاجم جون ادوارد، انا للامانه ضد الموضوع ده. انت ما كانش ينفع تهاجم جون ادوارد امبارح. ليه؟ ان انت جون ادوارد انا مش شايف ان هو يشيل حاجه من اللي فيها الزمالك. اختياره للمدرب كان اختيار سيء من الاول، طبعا انا مش معترض، مدرب سيء جدا مفيش اسوأ من كده. ولكن على قد الفلوس اللي كانت موجوده ده المدرب الاجنبي اللي انت كان ممكن تجيبه. انا اصلا كنت ضد فكره ان يعني في مدرب اجنبي وايمن رمادي موجود، وايمن رمادي كان ناهي السيزون السنه اللي فاتت واخد بطوله الكاس وكان عامل اداء كويس، الفريق كان شكله كويس. كان ممكن كمان لما دعمت الفريق كنت انا شايف ده احسن حل ياخد ان هو ياخد فرصه. لكن انت ما عملتش كده وجبت مدرب اجنبي. هل مدرب اجنبي قدم اضافه ولا اي اضافه؟ بالعكس الفريق من سيء لاسوء. رغم كده انا ما زلت عندي اقتناع فريق الزمالك ده فريق كويس قوي، سكواد كويس قوي في كل المراكز، عنده بدل لعيبه اثنين وثلاثه كويسين قوي. لو مع مدرب كويس الفريق ده هينافس على الدوري بسهوله، وبجد ممكن ياخد الدوري. الفريق فيه لعيبه كويسه، اللعيبه اللي مش تعرف تعوضهم كويس. حتى اتخن لعيب اللي هو زيزو لما راح الاهلي انت عرفت تجيب مكانه خوان بيتزيرا، ولعيب اعلى من زيزو بيه كتير في رايي. انت عرفت تعوض الفريق، والفريق دلوقتي كويس قوي. انك تمشي المدرب ده شيء لازم. طيب الناس بتهاجم جون ادوارد عشان المدرب، والمدرب ما بيمشيش وبتاع. هو مش في ايده حاجه، المدرب هيمشي هيبقى عايز شرط جزائي، انت معكش فلوس تدفع الشرط الجزائي ده. فدي الفكره، ان المدرب لسه قاعد لحد دلوقتي ومش عارف يمشيه. هل هم اصلا كان المفروض يمشوه؟ طبعا. وجون ادوارد اعتقد كان هيمشيه بعد ماتش وادي دجله، ولكن لولا الظروف الماليه اللي فيها النادي مش عارف يتصرف في ان هو يمشي المدرب. فده النقطه اللي لازم الجماهير تفهمها، وانها ما تهاجمش جون ادوارد على الفاضي، ولازم تكون فاهمه هي بتهاجم مين. في ناس تستاهل مهاجمه زي الاداره، زي المدرب، زي لعيبه زي محمد السيد، زي حسام عبد المجيد، دي ناس فعلا تستاهل تهاجمها. ولكن انت جون ادوارد واحد بيحاول يشتغل على قد الادوات الموجوده، ادوات تحت الصفر شويه كمان، وانت مش عارف تشتغل بيها. جون ادوارد لازم تهاجمه في حاجات، ولكن لازم تراعي الظروف اللي هو شغال بيها، وان هو مش عارف يتصرف اكتر من كده بالحدود الماليه اللي موجوده. بس كده دي كانت حلقتنا النهارده من شانل فوش في الجول. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك كومنت سبسكرايب، وبس كده يلا سلام.